هلا بنات، شلونكم؟ ان شاء الله يا رب الكل بخير. رجعت اليوم وياكم بفيديو جديد. اليوم سويت لكم بان كيك بالطريقة الأصلية، بطريقة كلش هشة وكلش طيب وناجحة 100%. أول ما بديت ضفت هنا كوب ونص من الطحين، وبعدها ضفت رشة من الملح، وبعدها ضفت ملعقة كبيرة من السكر، وضفت ملعقة كوب من البيكنج باودر، وخلطت المكونات كلها الجافة. وبعدها سويت حفرة بالوسط وخليت بيها بيضايتين بدرجة حرارة الغرفة، وأيضا خليت كوب كامل من الحليب، وخليت ملعقة طعام من الزبدة تكون بدرجة حرارة الغرفة أو سائلة عادي ماكو مشكلة. هنا بديت أخلط كل المكونات، أخلطهم كلش زين لحد ما يصير عندي بهذا القوام، صار قوام يجنن. وبعدها ضفتها بكيس الحلواني حتى يسهل علي استخدامها بالمقلاة. تقدرون تستخدموها بكيس الحلواني أو بالشمشة انتو بكيفكم، بس أنا أفضل بكيس الحلواني حتى تكون أسهل. هنا جبت مقلاة فارغة تيفال، خليت بيها مسحة من الزبدة، وبعدها بديت أضيف البانكيك. طبعا انتو تقدرون الحجم، يعني بالنظر تقدروه. وهنا أنا بديت أصب الخليط أسويه بشكل أقراص، وطبعا تخلوه على نار كلش ناصية حتى يستوي داخل البانكيك ويكون هش ويكون كله مستوي. هنا بديت أسوي كل الكمية اللي عندي بشكل أقراص. طبعا هاي أنجح وأحسن طريقة تسوون بيها البانكيك، طريقة ناجحة 100% ومستحيل تفشل عندكم. هنا بديت أقلبها من الجهة الثانية تكون عندي بهذا الشكل، وأنتظرها شوية، يعني الجهة الثانية بسرعة راح تستوي، أنتظرها وبعدين رفعتها من على النار. وهنا أنا تقريبا خلصت كل الكمية اللي عندي. وهنا مثل ما تشوفون كسرتها لكم حتى تشوفوها شلون داخلها هش ومستوية وكلش صارت طيبة. هنا بعد ما كملت كل الكمية صارت عندي بهذا الشكل. تقدرون تضيفون أي تحلية انتو تفضلوها، تقدرون تاكلوها ويا العسل والزبدة، أو تاكلوها ويا النوتيلا أو اللوتس أو أي شيء انتو تحبوه. أنا ضفت لها نوتيلا مذوبتها بالقشطة، وياها خليت نستلة بيضة لأنه أنا أحب دائما أسويها ويا النوتيلا، وصارت عندي بهذا الشكل. وتقدرون تزينوها بأي شكل انتو تحبوه، تقدرون تاكلوها ويا قطع الفواكه والنوتيلا. وصارت عندي كمية ثانية ضفت عليها فقط نوتيلا، انصحكم تجربوها لأن صارت كلش طيبة. وهنا أنا كسرتها لكم كلها حتى تشوفون الهشاشة مالتها، وصارت كلش يعني طيبة وما معجنة. ولهنا وصلت إلى نهاية الفيديو، أتمنى يا رب يعجبكم، مع ألف سلامة.